كان كل إشي بحياتي، وربنا اختبرني بأغلى إشي بملكه في الدنيا، اختبرني في وائل. الحمد رب العالمين. زغريدي يم الشهيد وزغريدي وانطوري روحي وسط المنايا ورصودي درب جايين أو تسألون لما يرحلون. يعني مر عاما كاملا على رحيل الأسير المحرر والشهيد وائل مشى بعد غيابه سنة كاملة. شو بتحب تحكي بهذا اليوم؟ بحكي الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. هاي أمانة كانت عندي وربنا استردها. ترك فراغ كبير كتير فينا. بعد معي كل الصور، ذكرى الفرح يلي انتهى، بعدك إلي أغلى البشر، هالضحكة مين. وائل لو كد ما أحكي لك عنه بفوهوش حقه، لأنه وائل صادق حنون وفي ليا كل الصفات الحلوة موجودة في وائل. ولكن إيش بتحب تحكي لإله؟ دايما بحكي إياها، ترك فراغ كبير كتير فيه، وبعده كل إشي يعني مر. دايما بكتب هاي الكلمة، بعدك مر يا سكر حياتي، لأنه هو فعلا كان سكر حياتي. يا حنوني وصيتك خواتي، قومي بنص الليل وامسك مخداك، لا تبكي عفراقي يا امي يا جبارة، سلامي للمخيم. وائل كان بالنسبة لي كل إشي، كان يغار علي كأنه بنته، كان هو إشي بالنسبة لي كتير كبير. عمري ما كنت متخيلة إني أفقد شخص من عائلتي، خاصة عمري ما كنت متخيلة أفقد أخوي وائل. رغم إنه هو كان دايما يحكي لنا إنه أنا رح استشهد، رح يجي يوم وما أكونش معكم. كتير بفقده بجماعاتنا، مثلا لما نطبخ أكلة هو كتير بحبها. بفقده في كتير شغلات، خاصة لما طلع من السجن اتطورت علاقتي أنا وياه كتير. كيف كان يبعتلي اعملي لي أكل حين جاي، كيف راما اليوم لو وائل رجع شو بتحب تحكي له بهذا اليوم؟ لو رجع وائل راح احكي له انه انا من بعده كتير ضايعة، ولا اشي راضي يزبط من بعده. لو رجع بتمنى انه ما يرجع يبعد عنا. هديت حيلك في موتتك يا خيي، الدنيا عتمي وكنت فيها ضيي، لو مت راح تبقى في قلبي حي. إذا رح أدرس وأنجح، عشان مش بس أفرح أمي، عشان أفرح وائل وأهدي نجاحي لإله، عشان أحكي له إن حيني صرت دكتورة نفس ما أنت بدك، نفس ما أنا كنت أحكي له وكنت تشجعني وتدعمني. الأبي ومفاخرة في البر والإحسان، مثلك لا يكل يا صاحبا. وترك وائل لأصدقائه ذكريات لن تنسى، بل حكايات وكلمات لن تغيب بعدها.